أنا اسمي رابعة، ست عادية جداً زي أي واحدة في الدنيا. ما كنتش غنية ولا كنت عايشة في نعيم، بس كنت دايماً بحمد ربنا على القليل اللي عندي. كنت بصحى كل يوم بدري قبل ما الشمس تطلع، أجهز هدومي وأخد نفسي بالعافية وأقول يا رب ارزقني يوم حلال وارجع وأنا راضية. كنت بشتغل في بيوت الناس، أنظف، أطبخ، أرتب، أهوي وأخدم من غير ما أشتكي. كنت بحب شغلي، يمكن عشان كنت بحس إن التعب ده أهون من مد إيدي لحد. بس جوه قلبي كان دايماً في وجع صغير، وجع الفقر، الوجع اللي يخليكي تبصي للحاجة وتتمنيها بس ما تقدريش حتى تقولي نفسك فيها. كنت بشتغل عند عيلة كبيرة، بيتهم واسع ومليان خير، الريحة في البيت دايماً بخور وعطر والضحك مالية المكان. وأنا كنت دايماً في الركن بشيل الفتافيت اللي بتقع من نوائدهم وهقول في سري الحمد لله يا رب، رزقك واسع ويمكن في يوم تنور ليا طريقي. وفي يوم من الأيام كنت بنظف الصالون زي كل يوم، مسكت المقشة وعديت على كل الركن، بس وأنا بحرك الكرسي الكبير اللي في الركن سمعت صوت حاجة بتخبط في الأرض. بصيت كده لقيت كيس أسود صغير صغير بس مقفول. قربت منه وبصيت حواليا، المكان فاضي، محدش في البيت. قلبي بدأ يدق مش عارفة ليه. مديت إيدي وخدت الكيس، كنت حاسة إن نفسي اتقطع. قلت يمكن في حاجة بسيطة، يمكن نسيه حد، بس الفضول غلبني. فتحت الكيس ولقيت جواه فلوس كتير كتير جدا، عمري ما شفت المبلغ ده بعيني قبل كده. قلبي بدأ يخبط في صدري ودماغي اتلخبطت. صوت جوايا بيقول لي خديهم يا ربع، يمكن ربنا بعتهم لك، هو انتي مش محتاجة. وصوت تاني أوطى بس أقوى قال لي حرام يا ربعة، مش بتوعك. قفلت الكيس بسرعة وحطيته على الترابيزة وبصيت له كأنه هيكلمني. عدى اليوم وأنا مش عارفة أشتغل ولا أركز، الفلوس كانت في دماغي وصوت ضميري مش سايبني. رجعت البيت بالليل ما قدرتش أنام، كل ما أقفل عينيا أشوف الكيس، أشوف الفلوس، وأسمع الصوت بيقول اللي يجي حرام يروح حرمان. نمت على دموع في عينيا وحلمت إن الكيس في إيدي بس فاضي، وصوت جاي من بعيد بيقول لي اختبار يا ربعة. ده كان اختبار. قمت من النوم واتنفست جامد، كنت حاسة إن ربنا فعلا بيكلمني. تاني يوم لبست ورحت الشغل بدري والكيس فيه، والكيس في شنطتي، وكل خطوة قلبي بيرتعش أكتر. دخلت على الست اللي بشتغل عندها وقلت لها يا مدام لقيت الكيس ده ورا الكرسي، قلت يمكن وقع من حد. الست بصت لي باستغراب، خدته مني بهدوء وبعدين فتحت الكيس وبصت جواه، وبعدين بصت لي هي بعينين سكتة. قالت لي بكل هدوء رابع الكيس ده فاضي، أنا كنت سايباه هناك عمدا. اتجمدت مكاني مش فاهمة حاجة. قالت لي كنت عايزة أشوف مين في قلبه أمانة، اللي يرد الأمانة ربنا عمره ما ينساه. ساعتها دموعي نزلت من غير ما أحس، مش من خوف ولا من خجل لكن من الراحة. حسيت إن ربنا فعلا شافني وشاف اللي جوايا واختبرني وعداني على خير. ومن اليوم ده عرفت إن مش كل رزق رزق، ومش كل اللي يلمع دهب، وإن اللي جاي بالحلال هو اللي بيطمن القلب وبيفضل مهما فات الوقت.